سمعنا قبل كده من صوت إيناس جوهر في الشرق الأوسط. مدانيك وامشي بخفة ودلع، الدنيا هي الشابة وانت الجدع، تشوف رشاقة خطوتك تعبونك، لكن انت لو بصيت لرجليك تقع عجب. وسمعنا من صوت عبد الحليم أغنية صورة. وسمعنا برضو من صوت سعاد حسني أغنية يا واد يا تقيل وأغنية بانو بانو. يا مش هيبني. وشفنا وسمعنا مسرحية العرايس بتاعة الليلة الكبيرة. ليلتكو أنس وجلجالة جلجالة جلجالة. كل ده كتبهم شخص واحد بس اسمه صلاح جاهين. في قصة إنسان بتاعت النهاردة هندخل في عالم إنسان اسمه صلاح جاهين. بس قبل ما نبدأ يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا لنا لايك للفيديو عشان ده بيشجعنا إن احنا نكمل ونقدم حلقات أحسن، وتكتبوا لنا رأيكم تحت في التعليقات. يلا بينا. سنة 1930 تحديدا يوم 25 ديسمبر يتولد محمد صلاح الدين حلمي بهجت في شبرا، حي من أحياء القاهرة. بس بسبب إن أبوه في القضاء كان بيتنقل علشان شغل والده في الريف المصري، شاف الناس البسطاء وعاشرهم، وده هيكون ليه تأثير عليه وهيكون ليه فايدة، لأن الناس هتحس إن هو قريب منهم برسوماته المعبرة عنهم بشكل مبسط جدا. المهم الطفل المنبهر بجمال الريف لما كان عمره 13 سنة بس في مدرسة أسيوط الإعدادية هيرسم صورة عن عاصفة في الغابة، وانبهر المدرس بموهبته، وكان بقى ورا خياله وحسه الفني ده كانت القصص اللي كانت بتحكيها أمه ليه، أو الحكايات الشعبية زي السيرة الهلالية وغيرها. ده غير إن هو كان طفل حساس جدا، وافتكروا ده علشان هنحتاجه قدام. المهم دخل كلية الفنون الجميلة بس ما كملش، وبعد كده دخل كلية الحقوق جامعة القاهرة وتخرج، وبدأ مشواره في الصحافة سنة 1952 في عز الثورة وقواعدها الجديدة في تحقيق عدالة في التوزيع، بدل ما يكون في ناس معاهم الأراضي وناس شغالة عندهم. حس صلاح جاهين إن القاهرة مدينة كبيرة قوي، علشان كده في أول فرصة ليه عمل أوبريت الليلة الكبيرة علشان يتكلم عن المولد في القاهرة، واتعملت الليلة الكبيرة دي في المسرح العرايس، وبكده حس إن هو امتلك القاهرة الصاخبة، المدينة الكبيرة اللي كان حاسس إن هو دخيل عليها، وده كان في سنة 1958. أما بقى صلاح جاهين الرسام كان موجود من الأول خالص مع روزا اليوسف، بعد كده انضم للأهرام علشان يكون ليه مساحة في الجريدة بشكل دوري. كان بيتكلم عن الأحداث اللي بتحصل في مصر بس بشكل كاريكاتيري، وحقق نجاح واسع جدا. ده غير نجاحه في كتابة الأغاني والقصايد بأسلوب جديد، أسلوب بتاع فؤاد حداد اللي اتأثر بيه جدا. وأعظم القصايد اللي كتبها هي الرباعيات اللي انطبع منها حوالي 125 ألف نسخة من الهيئة العامة للكتاب، وكلهم اتباعوا في أيام معدودة بس. تجبر الإنسان ولا تخيره، يكفيه ما فيه من عقل بيحيره، اللي النهاردة يطلبه ويرضاه هو اللي بكرة هيشتهي يغيره. عجبي. ده غير الأغاني اللي كتبها زي أهلا بالمعارك اللي غناها عبد الحليم والمصريين أهم، وأغنية إبريق الشاي. أما بقى في عالم السينما مثل وكتب وأنتج، فمثل مثلا في فيلم لا وقت للحب، ومثل برضو في فيلم اللص والكلاب وغيرهم. أنا كانت الرغبة هي إني أعمل من الأغنية الوطنية أو من القصيدة الوطنية قصيدة ذاتية، يعني زي الواحد بيعبر بيها عن وجدانه. أما بقى في السيناريوهات اللي كتبها كان أميرة حبي أنا، وعودة الابن الضال، شفيقة ومتولي، وهو وهي اللي حاول في المسلسل ده ان هو يقنع سعاد حسني ان هي تمثل فيه، لان هي كانت بتمثل سينما بس، فده اول عمل تلفزيوني هتقدمه. ده غير اهم الافلام السبعينات اللي هو خلي بالك من زوزو، اللي عمل عليه ضجة كبيرة جدا، لان كانت مصر كانت عمالة تجهز لحرب 73. علشان كده الناس استغربت ان صلاح جاهين اللي بيكتب اغاني وطنية بيعمل اغنية بيقول فيها يا واد يا تقيل. بس بالرغم من كده الفيلم ده يقعد في السينمات حوالي اكتر من 50 اسبوع، وحقق اعلى ايرادات للفيلم المصري في وقتها. الا ان حياة صلاح جاهين الشخصية كانت مختلفة عن نجاحاته العملية.
اتجوز أول مرة من سوسن محمد زكي، رسامة في مؤسسة الهلال، خلف منها أمينة وبهاء. بعد كده اتجوز من ممثلة اسمها منى سنة 1967 وخلف منها سامية. بس بسبب شخصيته الحساسة جاله اكتئاب شديد جدا بسبب نكسة 1967، لأن هو كان شايف قبل النكسة دي إن مصر القوية اللي بتحاول إن هي تحرر دول كتيرة جدا زي الجزائر، وإن هي بتحاول إن هي تفرض العدالة. بس لما جت النكسة كسرت كل الأحلام دي. ده غير إن الاكتئاب زاد عنده بموت عبد الناصر سنة 1970، وزاد الاكتئاب يوم ورا يوم، وكانت دايما معاه سعاد حسني في اكتئابه، فهي كانت أعز أصدقائه ليه. بس يموت سنة 1986 تحديدا يوم 21 إبريل. قرباك سعادة وقلبي منه انجلد، رمح كأنه حصان ولف البلد، ورجع لي آخر الليل وسألني ليه خجلان تقول إنك سعيد يا ولد. عجب. زي ما شفنا ببساطة وسهولة قدر يعبر صلاح شاهين لمدة 20 سنة بالرسم عن المشكلات بتاعت بلده. قدر بروح البساطة والفكاهة والذكاء المصرية يكون معبر عن الفترة اللي هو كان عايش فيها. وبس، دي قصة إنسان النهاردة. يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتشيروها على قد ما تقدروا. مع السلامة. سمعت نقطة مية جوه المحيط بتقول لنقطة ما تنزليش في الغويط، اخاف عليكي من الغرق. قلت انا ده اللي يخاف من الوعد يبقى عبيط. عجبي.